استنى يا مصلح، عايزاك تودي ورق. حاضر يا فندم. قول يا مصلح. ايوه يا فندم. هو الاستاذ رؤوف عند المعداوي بيه؟ ايوه المعداوي بيه طلبه من شويه. طب روح اعمل لي قهوه بسرعه. عينيا. وريني بقى يا سعيد هتعمل ايه. لا مؤاخذه سعيد بيه، مدير الشؤون القانونيه طالب حضرتك فورا. طب روح انت. حاضر يا فندم. استنى يا مصلح، عايزاك تودي ورق. حاضر يا فندم. قول يا مصلح. ايوه يا فندم. هو الاستاذ رؤوف عند المعداوي بيه؟ ايوه المعداوي بيه طلبه من شويه. طب روح اعمل لي قهوه بسرعه. عينيا. وريني بقى يا سعيد هتعمل ايه. اهدى بس يا معداوي، خلينا ندرس الموقف. الموقف زي ما قلت لسيادتك في منتهى الخطورة. أنا خايف الزمام يفلت من إيدينا. ده البجاحة وصلت إنهم يقولوا لي طز، وهو وسعيد لمحولي إن ما عادش بيهمهم حد، لا رئيس مجلس إدارة ولا غيره. ده تمرد واضح يا فندم. هو اللي اسمه رؤوف ده هيمشي امتى؟ آخر الشهر ده يا فندم. طب انا عايزك تشوف لي حد يمسك مدير عام الشؤون القانونيه بداله، بس المره دي تختار. هو احنا كنا اخترنا رؤوف يا فندم؟ احنا جينا الشركة لقيناه هو موجود فيها. وعايزك كمان انت وسامي ابو طبيخ مدير الشؤون الاداريه تعملوا لي حركه تنقلات بين موظفين الشركه، بحيث تصفوا العناصر اللي انت شايف كده ان ولائها ضعف وتجيبوا الناس بتوعنا. طيب والتحقيق اللي عمله رؤوف؟ مش عارف تعمل ايه في التحقيق اللي عمله رؤوف يا معداوي؟ تبله وتخليه هو يشرب ميته. بعدين لما يجي لنا مدير الشؤون القانونيه الجديد يعمل لنا التحقيق القانوني المظبوط. يا سلام يا سلام، اهي دي الحكم. يا سلام يا فندم، ده احنا من غيرك لا نعرف لا نروح ولا نيجي. احنا بنتعلم من حكمتك يا فندم. بالمناسبة انا اخترت لك موظف من العلاقات العامة علشان يقعد مع سيادتك وينصح سيادتك تقول ايه في الاحاديث الصحفية والتلفزيونية. بتقول ايه يا معداوي؟ خد يا سعيد، احتفظ بصورة التحقيق ده معاك والتقرير اللي انا كتبته، واوعى الاوراق دي تضيع منك. ايه في ايه يا رؤوف؟ في احتمال كبير قوي انهم يقطعوا المحضر والتقرير اللي انا كتبته، ولما يجيبوا واحد مكاني اكيد هيختاروا واحد من تبعهم هيعمل تحقيق معاك ويفصلوك من الشركه. ساعتها بقى تطلع على النيابه الاداريه وتقدم لهم الاوراق دي وتطلب شهادتي وشهاده سمير وفتحي. الناس دي ايه؟ عصابه؟ مش انا قلت لك احنا بنشتغل مع عصابه؟ انا لو منك انفد بجلدي. عارف انت لو جيت دلوقتي وطلبت انك تسيبها لهم مخدره وتمشي هيفرحوا قوي ويسووا حالتك وبزياده كمان. المهم انهم ما يشوفوش خلقتك هنا. لا، انا قاعد على قلبهم لطالون. الشركه دي شركتي زي ما هي شركتهم، بس انا مش عايز انهم منها حاجه. بالعكس، انا عايزها تبقى احسن شركه. قافش بسرعه، التاني قافش. كان عايز ايه؟ بيسأل على عنوان. عنوان؟ طب وبعدين يا سامي؟ احنا لسه فاتحين جديد، وبعدين الموضوع بياخد وقت، وما تنسيش كمان ان في ورشتين تانيين فاتحين قريب مننا بيشتغلوا من زمان. طب يا سامي معلش بقى، انا مضطره امشي دلوقتي، هدخل اغير هدومي. على فين؟ ماما يا سيدي مصيره تعزمنا عند ناس قرايبنا النهارده. ايه بقى، مشروع جواز؟ يعني ايه؟ يعني مشروع جواز، بس اطمن يا اخويا، مش عشاني، ده عشان مصعب اخويا. باي. طب يا ست نتفق الاول بس، مين اللي هيفتح الورشه بكره، انا ولا انت؟
الو، الاستاذ منير سالم لو سمحت. ما جاش النهارده؟ طب ممكن اخد نمره الموبايل بتاعه؟ طب نمره البيت؟ احنا اصحاب من زمان بس بقالنا مده ما تقابلناش. طب خلاص انا هروح له البيت. مع السلامه. تسمحي لي اقول لك ان التسريحه الجديده جنان اجمل من القديمه بكتير. بس انا ما خدتش رايك. تاخدي رايي بصفتي ايه؟ اديك قلتها. لكن من حقي اعبر عن اعجابي. لا، كل واحد حر في رايه بشرط ان رايه ده ما يبقاش اعتداء على حريه الاخرين. يعني انا من حقي اقول لك انك جميله، لكن مش من حقي اقول لك لازم تتغدي معايا وازعل لو رفضتي. استاذ سعيد، مش قلنا نبطل الكلام ده؟ هنا مكان شغل. تعرفي ان انا معجب بيكي اكتر وانت جد. يعني ما كنتيش عجباني لما كنت، ولا بلاش لا تزعلي. لا ده انت زودتها قوي. طب ممكن اسالك سؤال؟ لو انا رجعت زي زمان كده البس البدله والكرافته واسيب شعري على لونه وابقى دم تقيل ورزل في معامله الجنس اللطيف، كنت هتقولي لي ده ما كان شغل؟ بس برضه التسريحه الجديده جميله. يا ماما رد عليكي؟ قفل الموبايل. يمكن لسه جوه المحاضرة. استغفر الله العظيم يا رب. يا ماما يا حبيبتي، حضرتك ليه مش قادرة تفهمي ان مفيش ولا واحدة من الكوبب التلاتة عاجباه؟ انا مش ناقصاكي. يعني يبقى كويس لما واحده بايظه تضحك عليه ويجي يقول لي بحبها وهتجوزها بحبها. يعني يا ماما لازم اللي يحبها ويتجوزها دي تكون مايصة؟ ده حتى مسعد جد خالص ومالوش في البنات المايصة دي. ما هو الجد خالص ده ما يقعش غير في واحده مايصه ومش متربيه كويس. ايه ده بقى يا ماما؟ ما هو فضل جد، يبقى انا بنت مايصة ومش متربية كويس؟ انا يا بنتي مش مربياكي كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ منير سالم ساكن في العماره دي؟ أيوة شقة 6. وهو موجود؟ أيوة موجود، بقاله كذا يوم ما خرجش. ليه خير؟ تعبان ولا ايه؟ معرفش سعادة البيه. متشكر قوي. شكرا لله سعادة البيه. بتضرب ناس كتير ليه يا اخي؟ كفايه مره واحده. ايه في ايه يا منير؟ خلصت ايه 70 خدمه؟ يخرب عقلك يا منير، انت مش عارفني؟ انا سعيد مسعد ابو السعد. سعيد؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ نيو لوك. ايه رايك؟ وانت ايه بهدله لوك؟ تعال 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 يا سعيد.